طبعا اكو ظاهرة كلش خطرة منتشرة اخر فترة، بس قبل ما اقول لكم شنو هي اريدكم تشوفون هذا الفيديو. بس عرفت ميولي شو حسيت؟ حسيت بمكان ما براحة الصراحة. بس اريدكم تتخيلون انه اكو ناس عرب مسلمين بكامل قواهم العقلية دا يدافعون على هاي النماذج، وطبعا هذا الكلام مو من يمي، لانه بهذا الفيديو راح نقرأ انا وياكم التعليقات اللي وصلتني بكل فيديو انا حكيت بيه عن هاي الفئة، وشلون هاي التعليقات تدافع عنهم باستماتة. وطبعا اكو كلام كلش مهم بنهاية هذا الفيديو، هذا ضروري تشوفه للنهاية. من هو جعفر توك، وشلون تحول من شخص مهتم بقضايا الشباب ومحبوب من قبلهم إلى شخص مكروه بالمجتمع العربي؟ بدون ما أتعمق بقصته، هو إعلامي أصله لبناني، انولد بسنة 81 بدولة اسمها ليبيريا أو هيك شي. بعد ولادته ظلوا أهله يتنقلون بين لبنان وسويسرا، فلما دخل بمرحلة الشباب وتحديدا بسنة 2001 انتقل لألمانيا حتى يدرس ويتخصص بالإعلام والتلفزيون، وبسنة 2011 انضم رسميا لقناة دي دبليو الألمانية، وبنفس السنة بدأ برنامجه شباب توك. فكرة البرنامج بشكل عام هي تسليط الضوء على مشاكل الشباب وقضاياهم، مثل الحرية، حقوق المرأة، الدين، السياسة، ومن هاي المواضيع اللي تهم الشباب. باختصار كان برنامج شبابي بحت، لكن هاي كانت مجرد البداية، لأنه بمرور الوقت وتحديدا بعد 3 سنوات من بداية هذا البرنامج بدأ نوع جديد من القضايا الشبابية يدخل هذا البرنامج. من هاي القضايا هي عدم تقبل المجتمع للشباب اللي تريد تغير ميولها، يعني مثلا ولد يصير بنية او بنية تصير ولد، يعني فهمت الفكرة شنو. يعني قاموا يعتبرون هذا النوع من المشاكل هو واحد من القضايا الطبيعية اللي لازم يسلطون الضوء عليها ويلقوا لها حل. مثلا يعرضوا لك قضية لشخص متحول يحكي قصته ومعاناته ويا المجتمع وشلون يتعرض للاضطهاد، ويدعون المشاهدين للتعاطف والتضامن ويا هذول الناس، لأنهم بشر مثلنا ولازم نتقبلهم، وهاي الميول طبيعية. مثل بهذا الفيديو جايبين واحد مثلي يعني متحول، مو مثلي أنا، يعني اسكت أحمد لا تبعرها. وحطيت نفسي بكثير اختبارات لحد ما بيوم اكتشفت فيه انه انا مثلي الجنس. أو بهذا الفيديو إمام مسجد مثلي الجنس يتحدى شيخ بآيات من القرآن. الله سبحانه وتعالى يعلم أن المثلية الجنسية كانت هناك قبل قوم لوط. إمام مسجد. أو بهذا الفيديو جايبين رقاصة شرقية تشكي وتقول ليش المجتمع يكرهني ولازم نتعاطف وياها. فعلا مش قادرة افهم انا عملت ايه، يعني انا مش فاهمة هم شايفين وجهة نظرهم ايه يعني. بدأ هذا البرنامج تدريجيا يتغير ويركز اكثر على هاي النوعية من المواضيع المثيرة للجدل، مثل اخ واخت فتحوا قلوبهم لبعض عن ميولهم، لا تباعون عليه هيك، انا عليهم وهيك يكتبون. موجودة فيه شو رسالته، وكمان مظهر بيعبر عنك. لما تطلع على المراية بحس انه هي وفيها. خرب ان هاي بنية لك، والله عبالي ولد مراهقين. طبعا هذول يعود اخوان اثنين، ولد وبنية، فجأة قرروا يعكسون ادوارهم. ليش؟ ما ادري. وطبعا هذول لا شيء مقارنة باللي جاي، بعدكم ما شايفين شيء. ذكر ان انا بقعد بالساعات ابص لنفسي في المراية انه انا مش قادر اشوف ارتباط. هذا الكائن اللي قدامكم هسه هو بالحقيقة بنية، لا تسألوني شلون وليش، هي بنية وخلاص. وطبعا على عناد ذولاك الناس ما راح اخاطبها بصيغة ذكر مثل ما يريدون، راح ابقى اشير لها بصيغة البنية غصبا ما عليهم. ابلعوا. منو هذولاك الناس؟ فد شوي احكي لكم عنهم. طبعا هاي البنية لا صار لها تشوه بالاعضاء التناسلية حتى تكون حايرة بين انه هي بنية او ولد، ولا صار لها اي شيء من هاي الأعذار الشرعية، يعني انتم فهمتوا الفكرة. هي كانت طبيعية حالها حال البنات البقية، بس فجأة قعدت الصبح قالت أنا ولد. وهي هنا المشكلة، إن هم يتبعون غرائزهم وإحساسهم، ما يتبعون عقلهم. نفسي قالت لي أنا هيك يعني أنا هيك، ما يقولون هذا اضطراب نفسي، هذا خلل بالهرمونات، لا، هم بالنسبة لهم يفكرون إنه الله خلقهم بجسم مو جسمهم بالغلط، هم لازم يصححون الغلط مال الله ويروحون يتحولون لأي شيء هم يريدوه. استغفر الله ربي لا تقلبها بي. أنا ذكر وأنثى بروح وجسد واحد، أنا ممكن أطلع يوم هوية جندرية حاسس.
هاي شو مسوي بروحك؟ والله ما ادري شباب، يعني كل ما اجي اريد اغبش جسمه اتذكر هو ولد، يعني بالنهاية ماكو اثارة بالموضوع، بس المشكلة جسمه انثوي اكثر من جورجينا. وقت قصير بس الرحلة على مدى 6. طبعا هاي معلومة اريدك تعرفها لانه راح تفيدك كلش بالمستقبل. اخذها قاعدة، الاعلام دائما من يريد يروج لشيء عكس صورته يألف لك قصة، مثل موضوع انه كريستوفر هو اللي اكتشف امريكا، لكن بالحقيقة كريستوفر ما اكتشف شيء، وانما اسبانيا وفرنسا وبريطانيا تجمعوا كل قوتهم واتجهوا القارة الضخمة كان يسكنها ملايين الهنود الحمر، وسووا لهم ابادة جماعية وسيطروا على وطنهم، وكل واحد أخذ حصة من يمه، وبمرور الوقت صارت ثورات وانقسامات لحد ما تكونت أمريكا اللي نعرفها هسه. وهذا اللي دي يطبق البرنامج بالضبط، مثل قصة هذول الاثنين اللي قدامك. طبعا هذولي أخوان اثنين، ولد متحول لشي يشبه الأنثى وبنت متحولة لكائن غريب ما أدري شنو هو، بس يمكن من سكان تحت الأرض. كانت ضايعة تماما، كانت ضايعة، عم تحاول تفهم حالها، عم تحاول تلاقي الطريق الصح بين قوسين. خطية كانت تبحث عن روحها لك، بس باع الشاعرية بالموضوع. انتو شلون ما تتعاطفون ويا هاي الكائنات المسكينة؟ بالضبط مثل ما شفتوا، بدال لا يقولوا لكم تقبلوا المثلية بشكل مباشر، يجيبوا لكم اشخاص مثليين ويخلوهم يحجون قصتهم المؤثرة وشلون واجهوا المجتمع والاضطهاد وهاي السوالف التعبانة، يعني يخلوكم تستعطفون وياهم، وبالتالي عقلكم راح يتقبل وجودهم ان هم شيء مسكين ولازم نوقف وياهم. فهمت الفكرة يعني؟ طيب هو السؤال هنا، يعني هم ليش يريدون يروجون لهاي الافكار؟ شنو الهدف؟ شنو الغاية من الموضوع؟ عندهم خبزة يعني مثلا بالموضوع؟ شوية ونجاوب على هذا السؤال. لاني انا مسلم وعربي ومثلي. بصراحة ما اريد احكي عن الموضوع. نيكست. اليوم بتعيشوا مع بعض، بتعيشوا حبكم، انتوا مثليتين عايشين مع بعض. شو كان أصعب شيء لإلكم لما كنتوا في السعودية؟ طبعا طول المقابلة كانوا يعاملوهن على أنه هن بطلات وانتصرن على العادات والتقاليد الإسلامية، فواضح شنو هم يريدون يوصلون. صحيح؟ أتمنى أنه يغيروا شوي من التفكير القديم اللي مجتمعنا بعده عم بيفكر، المجتمع العربي أو اللبناني بعده يفكر فيه من المساكنة شيء غلط. بفتكر صرنا بعصر شوي تقدمنا أكتر بكتير. طبعا للي ما يعرف شنو هي المساكنة، هي انه انت تعيش ويا البنية اللي انت تحبها بنفس المكان، حياة زوجية كاملة بس بدون ما تتزوجها. فهم بهاي المقابلة كانوا يروجون على انه هذا الشيء طبيعي ولازم كل اثنين يعيشوا على مود يعرفون بعض. هذا البرنامج وكل برنامج يشبهه توهمك انه هي تحث على الاختلاف وتشجعه وانه لازم نتقبله وانه هو شيء طبيعي، لكن بالحقيقة هي تدعم كل شيء عاكس الاسلام او الفطرة السليمة اللي احنا انولدنا عليها. ما يدعمون شخص مثلا يحب يصير ثلاجة. ليش؟ لانه ما اعتقد شخص حلمه انه يكون ثلاجة هو شيء معاكس للدين الاسلامي. بس من يجي واحد يقول انه اني اشك انه اكو صوت بداخلي يقول انه اني بالحقيقة بنت بجسم ولد، هنا كل الانظار والاضواء تتسلط عليه. طيب شنو الهدف من كل هذا؟ ليش دا يروجون لهاي الاشياء بهاي الاستماتة؟ باختصار لانهم يعرفون انه الاسرة والدين دائما ضد مصالحهم، فحتى يسهلون السيطرة وتحقيق غاياتهم بكل بساطة لازم يهدمون هذين الاساسات الاثنين. من بين كل هاي الهوسة اكو فد شي واحد اني مستفزني وغاثني كلش اكثر من المثلية، اكثر من كل هاي الخرابيط، وهو قبل فترة انه انا اكتشفت انه اكو اشخاص من متابعيني مشتركين هذول 18,000 يدعمون هاي الفئة التعبانة، لو انه بيكتبوا لي جرائد طويلة ويقولوا لي لازم تثقف روحك وتقرأ كتب ومدري ايش. والمشكلة الاكبر ان هم كانوا يتهمون الدين، يقولون انت تباوع للموضوع من منظور ديني والدين غاسل عقلك. طبعا نسبتهم كلش كبيرة، ما دا احكي على تعليق لو تعليقين، من اقول هواي يعني احكي على عشرات التعليقات. شوفوا حتى ما تفهموني غلط، أنا ما أحرض ضدهم وأقول إنه لازم نقتلهم ونهجم عليهم ونقضي عليهم، لا، أنا مو هذا اللي أحاول أحرض وأحث عليه. أنا أقول إنه ننصحهم، نوجههم للصح، وإذا ما قبلوا فمجرد إحنا ما نتقبلهم، نقاطعهم، ما نتفاعل وياهم على ان هم مظلومين ولازم نساندهم ونوقف وياهم، ما نخليهم يحسون ان هم طبيعيين وحالهم حال البشر. انا من خلال كلامي هذا مجرد دا احارب تقبلهم، ما اريد الناس توصل لمرحلة انه تتقبلهم بسهولة وتعتبرهم ناس عاديين، لانهم مو ناس عاديين ابد، ناس مريضة تحتاج معالجة باسرع وقت،
وإذا ما عالجناهم فهم خطر متنقل، سواء من ناحية الأفكار اللي نشروها أو على الأقل الأمراض اللي بجسمهم. وهو هذا اللي مستفز أصحاب هذول التعليقات، إنه ليش ما تتقبلهم؟ هم عندهم ربي حاسبهم، أنت شعليك صح اكو ربي حاسبهم، بس انا من واجبي الديني انه لازم انصحهم واوجههم للصح من الغلط، وبالنهاية انا همين عندي ربي حاسبني مو بس هم. فشنو رأيكم بهذا الموضوع؟ اتمنى تكتبون بالتعليقات، وشكرا على وقتك.